سؤال مهم قوي في موضوع دوالي الخصية وعدم الإنجاب. اللي عنده ضعف في الإنجاب وعمل تحليل سائل منوي، هل كل الناس نعمل لها؟ احنا حقيقة بنحاول نحط لنفسنا مقاييس ومعايير، فبنقول يا جماعة اللي عنده دوالي وعنده ضعف في الإنجاب والحيوانات المنوية بتاعته أقل من 8 مليون، يعني بنقول له يعني إيه، وفر مجهودك. أو اللي عندهم الحركة البطيئة أكتر من 18%، بنقول لهم ما فيش الحقيقة جدوى كبيرة من عمل. ده نوع من الأمانة في الأداء، نوع من التقييم العادل. يعني نقول لهم يا جماعة أنت تعمل وأنت ما تعملش. ولذلك الأمور بقت كلها علمية، ما بقاش في حاجات بتتعمل كده لمجرد ده عنده كذا يلا نعمل له كذا. لا، الكلام ده ما بقاش كده الوقت، في الزمن ده ما بقاش في كده، بقى في علم وفي تقييم وفي أشياء منظورة، سواء دوبلر نعرف منه الدرجة، نعرف منه الارتجاع، نعمل السائل منوي نعرف العدد والحركة والتشوهات، وما ندخلش المريض، لأن المريض ده أساسا بيبقى في حالة نفسية مش كويسة قوي، فما نستنزفوش. اللي عنده عوامله تساعد على ان احنا نساعده اهلا وسهلا، واضعين في الاعتبار ان عمليات او الحقن بالنسبة لدوالي الخصية قد يؤدي الى تحسن عند نص العيانين، والنص الثاني عادة ما بيستجيبوش.